شلونكم؟ حبيت أجاوب نفسي على الفيديو اللي نزلته. شنو قصدي؟ كان صفنت على الفكرة مالتي، فكرت إنه الفكرة مالتي يحتاج لها تعمق. بس كلمة الاستهلاكية نعرفها على صفحة، لأن هاي لازم واحد يعبرها بطريقة زينة، ينطيها معنى. فبهذا الفيديو أنا راح أجاوب على الفكرة اللي حكيت بيها. الموضوع هو الاحتياجات الإنسان. هاي الاحتياجات مال الإنسان، أكو احتياجات مهمة وأكو احتياجات مو مهمة. الاحتياجات المو مهمة أني سميتها الاحتياجات الاستهلاكية. عود بعدين نفتهم شنو موضوع هاي الكلمة مال الاستهلاكية. يجوز أني بنفسي ما متعمقة هواية بهذا الموضوع، فخلنا نجي ستيب باي ستيب على مود الفكرة مالتنا تقدر توصلنا إلى نهاية، إلى أبديت جديد للفكرة الأولى. ليش رديت أرجع أحكي على هذا الموضوع؟ لأن بتفاصيل لازم واحد يعبرها بطريقة زينة، خصوصا أني أرجع أعبرها بطريقة زينة بعقلي، أفتهمها بطريقة زينة. قلت الشغلات اللي بيها بداية وبيها نهاية ما تفيد الإنسان، لأن ما تبقى. بس أكو شغلات مفيدة للإنسان، إلها بداية وإلها نهاية. شغلات ما تبقى بس تفيدنا، إحنا نحتاجها عم نعيش، مثل الأكل بي اكسبايري. الأكل همينة إحنا نحتاجه عم نعيش، من ضمن هواي شغلات إحنا نحتاجها عم نعيش. بس الأكل مثلا ببداية وبنهاية، بس هم يفيدنا. دا جاوب نفسي أنا دا استخدم التليفون، من عبر التليفون دا أتواصل ويا عائلتي اللي بالعراق مثلا، أو أصدقائي اللي بغير دولة مثلا. بعبر التليفون أقدر أسوي قناة يوتيوب، أقدر أحكي بشغلات، أتعلم شغلات وأفكر، أقدر أستنتج شي مفيد إلي من عبر هذا الشي. أنا اللي صنع السيارات أو المواصلات، هاي الشغلات تفيدنا وتسهلنا حياتنا. شنو العاد؟ الشغلات اللي حكيت بها أنا، الشغلات الاستهلاكية، الشغلات المو مفيدة للإنسان، شنو هي؟ وين تكون؟ قلت حتى إحنا كبشر، إحنا إلنا بداية وإلنا نهاية، وجودنا إلى مدة. شو معناته؟ معناته الإنسان هم استهلاكي إلى نهاية. إذا ما يكون موجود، ما يكون هم مو مفيد، هم مو مفيد بذاته أو مو مفيد لغيره. مع العلم يعني إحنا مو دائما موجودين، هم إلنا مدة. أنا صفنا معناته شنو؟ بهذا الوقت اللي أنا عايشة بيه من بداية عمري لنهايته، قررت أكون مفيدة لنفسي ولغيري. بس بعدين وراء هالفترة، وراء هالمدة، بعدين هذا الموضوع صدق دخلت. مستحيل كل تعبنا يروح هيجي. وين العدالة بالموضوع؟ تحمست أدري، بس إذا إحنا هنا بنينا، سوينا قوانين، جبنا ناس تحكم دول، ناس تحكم محاكم، اكو عدالة، مرات احنا ما راح ندخل، لا ما راح ندخل بهذا الموضوع ابدا، سالفة العدالة. بس اكو رموز بهاي الحياة اللي احنا عايشين بيها، رموز مال عدالة، رموز انه من تغلط هذا هو غلط وهذا صح، واكو شغلات بنينا كل هذا الشيء على مود يعني تعبنا عم نبني هذا الشيء. عم بنهاية حياة الإنسان كل شيء يروح هيك، يعني أفكارنا تروح، تعبنا يروح، نفس ما شاشة سوداء هيك، ماكو شيء، ما يبقى شيء. صدق شلون صعب عقل الإنسان يتقبل هاي الفكرة، يقتنع بهاي الفكرة. أنا شخصيا ما مقتنع بهاي الأفكار. من إحنا ننتهي زين، نوصل للإكسبايري مالتنا ونموت وننتهي. إذا ماكو شيء، شنو سبب إحيائنا؟ شنو سبب بدايتنا؟ ليش جينا؟ عبث. من فكرة إنه إذا النهاية لا شيء ما تفيد، ليش أكو بداية ليش صارت؟ لا ما تصير. عبر طريق هاي الأفكار يعني تقتنع إنه أكو وجود قوة أكبر من هذا الشيء اللي يصير. ننجبر نعترف بوجود إله، ننجبر صدق نقول إنه مستحيل أكو لا شيء وراء الموت، ومستحيل حياة الإنسان جاية من عبث، من لا شيء.
اللي أنا دا أسويه هو بحث مال أفكار بالتسلسل، زين، منطقي، ومرات يعني مو دائما بالتسلسل. يعني ما دا أقول لكم كل شي أعرف، أنا دا أسوي اللي أقدر عليه على مود أفتهم هالحدود هاي. يجوز أصلا أكو حدود الإنسان ما يقدر يعديها. من كنت أحكي بالموضوع مال احتياجات، هواي شغلات موجودة بالحياة من ممكن تكون مفيدة لبعض الناس ومن الممكن تكون مو مفيدة لبعض الناس، حسب شلون احنا نستخدم الشغلات الموجودة. هاي الشغلات الموجودة اللي دار مدايرنا، كل هاي الشغلات تقدر تتهدم وتكون لا شيء. شنو الشيء اللي ممكن يبقى؟ احنا نقرأ كتب مال ناس ما موجودة، يعني اكو افكار موجودة مطبوعة بالتاريخ دا نقراها وبعدها عايشة هاي الافكار، بس هذول الناس ما موجودين جسديا، ما موجودين من ضمن هاي الحياة. شنو باقي منهم؟ افكارهم. انا عندي 3 كتب هنا، 3 كتب مال انسان ما موجود بهاي الحياة، افكار موجودة. من اقرا هذا الكتاب مالته راح اقرا اهم شيء موجود بهذا الانسان اللي ما موجود. هنا دا احس انه الموضوع وصل لليفل طابق 200. الافكار ايا كانت هي اللي تبقى. اذا الجسد او الشغلة المادية اللي نشوفها الملموسة، اذا هاي تختفي، اذا هاي تتحطم او تكون ما موجودة، الفكرة راح تكون موجودة. بس هاي الفكرة عم تكون موجودة لازم يكون وجود. أنا موجودة، أنا بدي أقرأ أفكار هذا الشخص، بس إذا الناس كلها ما موجودة، أنا متحية هاي الأفكار، إيش راح تبقى؟ إيش راح يبقى؟ ما حد موجود عم يحيي هاي الأفكار. هاي الأفكار ما راح تكون إلها وجود. شنو راح يكون إلها وجود؟ كل الطرق تؤدي إلى روما. لا 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 لا، مو كل الطرق تؤدي إلى روما. ما أعرف منو جايب هاي الكلمة وطبعها براسنا. كل الطرق تؤدي إلى الواحد الأحد اللي ما يموت، اللي دائما موجود. هنا إذا الشخص الملحد يدخل بالفلسفة ويدخل بعمق الأفكار، إذا ما يطلع بيه مؤمن، إذا ما يطلع بالنهاية يآمن بوجود إله واحد عادل موجود بكل مكان، بكل لحظة، بكل ثانية، هاي إيماني. أعتقد إنه هذا الطريق مال الأفكار مال الفلسفة هاي تؤدي إلى الإيمان. حبيت أنهي هذا الفيديو بهاي الطريقة. طولت عليكم، بس هذا الفيديو كان عقليا هواية بذل الجهد، عم أفكر، عم أوصل الابديت على مود اطور الفكرة مالتي. الحمد لله والشكر. يعني اشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.